يا من يعيش بين مد السراء وجزر الضراء، فيطير فرحا في الأولى ويكاد يقنط في الثانية. إليك هذا اليقين ليضع بين يديك ميزانا جديدا، ميزانا لا تخسر فيه أبدا. لقد كنا نظن أن الله حين يعطينا الصحة والمال فهو يكرمنا، وحين يبتلينا بالمرض والفقر فهو يهيننا، فجاء القرآن لينسف هذا الميزان البشري القاصر من أساسه بكلمة واحدة حاسمة: كلا. اسمع لهذا التصحيح الإلهي العظيم في سورة الفجر. قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا. كلا حرف ردع وزجر يقول لك قف، ميزانك خاطئ، فالإكرام ليس في مجرد العطاء، والإهانة ليست في مجرد المنع، فقد يعطي الله العبد المال والجاه استدراجا له، وقد يمنع عن عبده المؤمن الدنيا حماية له. إذن أين هو الإكرام الحقيقي؟ وأين هي الإهانة الحقيقية؟ الجواب يأتي في تكملة الآيات: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. يا لهذا الكشف العظيم، كأن الله يقول لنا: أتريدون أن تعرفوا ميزان الكرامة والإهانة عندي؟ الكرامة الحقيقية هي أن أوفقك لطاعتي والإحسان إلى خلقي حين أعطيك، والإهانة الحقيقية هي أن تستخدم نعمي في معصيتي والبخل على عبادي. فالعطاء والمنع كلاهما ابتلاء وامتحان، الأول ابتلاء شكر والثاني ابتلاء صبر، والناجح هو من يشكر في الأولى ويصبر في الثانية. وهذا هو بعينه ما قاله نبيك صلى الله عليه وسلم في حديث يضع النقاط على الحروف: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فيا من تسمع هذه الكلمات وقد أوجعك البلاء، افرح فأنت في خير، إن ربك لم يهنك بل فتح لك باب الصبر، وهو من أغلى وأعلى مقامات العبودية، باب لا يفتح إلا لمن يحبه الله. ويا من تتقلب في أعطاف النعم، احذر فأنت في اختبار أشد. لقد فتح الله لك باب الشكر، فهل ستؤدي حقه أم ستكون من الذين يحبون المال حبا جما؟ عش بيقين هذا الميزان القرآني وسترى أن الحياة كلها بسرائها وضرائها هي فرصة للربح مع الله والفوز مع الله، وليس فيها خسارة لمن فهم وعرف الله وقدر الله حق قدره. وكما قال العارف بربه: ورب أمر تخاف الشر منه وفي طياته الخير الجليل، ورب مسرة في طي ضر يخبئها لك الرب الجميل.